السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في قناة دقيقة مطبخ. اليوم سوف أقدم لكم وصفة عجينة 10 دقائق. المكونات: حليب دافي، خميرة فورية، دقيق وسكر وزيت زيتون. طبعا أعزائي المشاهدين لدينا 2 كميات من الدقيق. في المرحلة الأولى سوف نستخدم 2 أكواب، وفي المرحلة الثانية سوف نستخدم 3 أكواب. ناخذ وعاء نضع فيه الحليب، خميرة فورية، سكر والزيت، ثم نخلط جيدا حتى تذوب الخميرة، ثم نضيف الدقيق حتى نتحصل على عجينة سائلة. نترك هذه العجينة لمدة 10 دقائق حتى تختمر قليل. طبعا أعزائي المشاهدين أعتذر منكم المرحلة التي سوف أضيف فيها 3 أكواب من الدقيق انقطعت بطارية الكاميرا. فقط هي بعد ما تختمر العجينة السائلة نضيف 3 أكواب من الدقيق، ثم نعجن ونترك العجينة. من الأفضل نتركها 10 إلى 15 دقيقة حتى يمكننا تشكيل العجينة، أو إذا كنتم مستعجلين يمكنكم استخدام العجينة مباشرة، لكن أنا أفضل بعد 15 دقيقة. هذه أعزائي المشاهدين العجينة بعد ما تركناها تختمر أو ترتاح قليل نقوم الآن بفردها. طبعا أنا استعملتها العجينة بيتزا، يمكنكم في عجينة 10 دقائق استعملها لعديد من أنواع المعجنات. والغاية من هذا الفيديو ليس تصوير البيتزا فقط، هو كمثال لعجينة 10 دقائق. والجميل في العجينة 10 دقائق يعني كل كمية السوائل بها هي حليب، يعني تكون العجينة دائما طرية، لا يوجد مشكل في أن تكون العجينة قاسية ومقرمشة. ثم الآن وضعت صلصة البيتزا، ثم نضع العجينة في الفرن على درجة حرارة أقصى درجة مئوية لديكم لمدة 15 إلى 20 دقيقة. هذه أعزائي المشاهدين البيتزا، نشوف إنها طرية وليست ناشفة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا بالنقر على زر لايك والاشتراك بالقناة.